حلف الزمان ليأتين بمثله، حنثت يمينك يا زمان فكفري. العم مطلق عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله كان أمير قبيلة الرشايدة في الكويت، وممن له وجاهته وحضوره الاجتماعي عند شيوخ الكويت وحكامها وعند عامة أهل الكويت، ومع ذلك فهو حسنة من حسنات الدهر. كان رحمه الله باذلا جوادا كريما يعطف على الفقراء والمساكين، له العديد من المشاريع الخيرية داخل وخارج الكويت، جمع الشجاعة والخشوع لربه، ما أحسن المحراب في المحراب، ما جاءه سائل قط إلا وأعطاه، ما جاءه صاحب مشروع خيري إلا ودعمه، ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. يكفل رحمه الله تعالى 250 يتيما يغدق عليهم بمعروفه وجوده وعطائه. بنى العم مطلق رحمه الله مسجد أبي بكر ومسجد عمر رضي الله عنهما في محافظة الجهراء، ويعدان من أكبر المساجد في الكويت، ومع عظيم ما دفع فيهما من مال إلا أنه رحمه الله رفض أن يوضع اسمه عليهما. وكان رحمه الله تعالى يتفقد المشاريع الخيرية، ولأنه يسكن في منطقة العارضية وفيها جمعية إحياء التراث الإسلامي فرع العارضية، وهم إخوة معروفون بالبذل والعطاء والدعوة والخير وحلقات تحفيظ القرآن، قام رحمه الله واشترى لهم بيتا وجعله وقفا في سبيل الله، بل إنه اشترى مجمعا تجاريا ب2,000,000 دينار وجعله صدقة جارية ووقفا على الأعمال الخيرية، واشترى عمارة استثمارية أخرى وجعلها وقفا على أعمال الخير أيضا.